بنت اليمن اتحدتني وانا قبلت التحدي وقالت لي مستحيل هتعرفي تعمليها. عايزه اقول لك يا ام علي انتي انا عملتها وطلعت كمان منها اصناف كتير، وكمان اسهل طريقه من اللي انتوا بتعملوها. يلا كده سريعا نقول بسم الله ونبدا مع بعض، خليكم معايا. السلام عليكم. وعايزه ام علي تكون موجوده دلوقتي. كوبايه ونص كده من الميه الدافيه، عليهم اقل من ربع معلقه صغيره من الخميره الفوريه. هنحط عليهم كمان معلقه صغيره من السكر، وهنضيف كمان معلقتين صغيرين من الحليب البودر. وعندي هنا يا بنات بيضه كامله، والبيضه التانية هنحط البياض جوه الميه السايله دي، وهنشيل الصفار على جنب. هنحتاجه يا ام علي، وركزي معايا، واحلى تحيه لبنات اليمن متابعين اليمن الامارات. بعد ما حطينا الصفار البيضة هنغطيها علشان ما تبدأش تنشف معانا. وعندي هنا برضو يا دوبك ذرة كده من البيكنج باودر او رشة بسيطة جدا. وهنقلب الميكس ده كله كويس جدا. بعد كده هنجيب المادة الدهنية. عندي هنا معلقتين من السمنة على معلقتين من الزيت، قلبتهم كويس جدا، وهاخد منهم دلوقتي 3 معالق وهركن معلقة جنبي. اديتهم تقليبة، وننزل بقى بكمية الدقيق. هتكون معانا 5 كوبايات الا ربع من الدقيق، 4 كوبايات مليانين للاخر، والكوبايه الاخيره 3 ارباعها فقط. نص معلقه صغيره من الملح، ونبدا نقول بسم الله ونبدا نعجن كويس جدا. ناخد كده من قلب البوله لحد ما نشربها السوائل بتاعتها. بعد كده لف البوله اختي في الله، وابدأ ان انت شربيها السوائل. اهم حاجه في العجينه دي لازم تكون معجونه كويس جدا. لو انت ايديك بتوجع تعجني كده لمده دقيقتين بس، وغطيها 5 دقايق اهم حاجه بكيس بلاستيك، وارجعي بعد كده كملي، هتبقى معاكي كانها معجونه في عجان بالظبط. ناخد بقى البركه بتاعتنا. مش محتاجه بصراحه رخامه، لكن انتوا عارفيني. دخلتها كده على الرخامه، وهاتك يا لت وعجن لحد ما بقت معايا ناعمه جدا. والحركه دي هي اكتر حركه بتدخل كميه هواء، وكمان بتنعم العجينه جدا معانا. بعد ما هتخلص معانا يا بنات هتكون بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. اين الشكل؟ انا لسه بعجن، مفيش فايده فيا. بصوا الجمر، اللهم بارك، عجينه كده مطاطيه تحفه جدا، بتلزق في ايديا ولكن ما بتسيبش اي اثر. هنجيب بعد كده البوله بتاعتنا، فاكرين معلقه السمنه اللي احنا ركناها على جنب بالزيت دي؟ هناخد نصها تحت العجينه، ونبدا نبرم العجينه على نفسها كده، وناخد بقيه الماده الدهنيه على وش العجينه بتاعتنا. وهنبدا نغطي البوله دي يا بنات لمده 5 دقايق فقط. بعد ما تعدي ال5 دقايق هنرجع تاني مرة نقلبها كده في المادة الدهنية. وبصولي على المطاطية الجمر بعد 5 دقايق بس، تحفة تحفة تحفة. هلفها على نفسها كده بالمادة الدهنية وكلها هوا اللهم بارك. وهرجع احطها في البولة، وهبدأ ان انا اغطيها بالكيس البلاستيك والفوطة، واسيبها في مكان دافي. انا حطيتها في فرن البوتاجاز من ساعة ونص لساعتين يا بنات، دي اهم خطوة معانا. بعد كده هنجيب صينية ونحط عليها رشة كده حلوة من الدقيق. بصوا العجينة عاملة ازاي، زي حتة الاستيك حرفيا. ناخد بقى بركة العجين بتاعتنا، ونبدأ كده نقطفها بايدينا. لو على الميزان 60 جرام لكل كويرة. تمام، دي الطريقة الأصلية اللي بيعملوها أخواتنا وحبايبنا في اليمن. تمام، بس أنا يعني بصوا العجينة تحفة تحفة تحفة. بس أنا سبت الحتة اللي في البولة دي، هعملها بقى بطريقتنا احنا. بدل كل الخطوات دي لا، هختصرها لك في طريقة واحدة بس، فبنات اليمن يركزوا معايا. بعد ما خلصت الكويرات، أنا خدت هنا يا بنات 12 كويرة، رشيت برضو وشهم كده بالدقيق رشة بسيطة، وهغطيهم وهريحهم كمان ربع ساعة. العجينة دي ارتاحت أكتر مني. تمام. هنجيب بعد كده الصينية، ما ندهنهاش كلها، هندهن في النص فقط سمنة أو زبدة، وعليها رشة بسيطة قوي قوي من الدقيق، علشان العجينة ما تزحفش مننا أو تجري كده في قلب الصينية. بعد كده هاخد الكويرة يا بنات على شوية دقيق، وبطط أول حاجة الأطراف. بعد كده بالنشابة افردها فوق وتحت، مش يا دوبك مش هنوسعها، يا دوبك حتة كده قد الرغيف مثلا. تمام، مرة فوق ومرة تحت علشان تكون معانا بيضاوية ومظبوطة. بعد ما خلصت ال3 كويرات، هاخد أول واحدة أنا فردتها. وركزوا بقى في طريقة الفرد. عندي المادة الدهنية كوباية إلا ربع من السمنة، عليها ربع كوباية من الزيت. هي أحلى حاجة فيها المادة الدهنية إن هي مش مكلفة، ما فيش زبدة مثلا. تمام. نبدأ بقى نفرد العجينة بتاعتنا بالطريقة دي لحد ما الجزء اللي في النص ده يا بنات يكون خفيف معانا.
تمام. وممكن بدل الحركه بتاعه الايدين دي تخففيها اصلا على الرخامه، يعني مش شرط عندنا الجوانب تكون تخينه، اهم حاجه الجزء اللي في النص هو ده اللي يكون خفيف معانا، لان احنا لسه بعد كده هنمطها. هم طبعا عندهم الصينيه بتبقى ليها حافه كده، ما بتبقاش مرتفعه زي صينيتنا كده، ويبقى ليها حافه كده طالعه لبره، بس احنا هنعملها في صواني البسبوسه العاديه خالص. جبت اكبر صينيه في صواني البسبوسه، وهبدا بالراحه كده امسك الطرف بتاع العجينه وابدا اطلعه على الصينيه كده من بره. هي قالت لي لو عايزه تعمليها جوه تمام، بس بره هتكون ارق وهتكون احلى بكتير. بس صعب عليكي؟ قلت لها مفيش حاجه صعبه علينا يا ماما، معلش حبيبه قلبي انتظريني انا مش جايه. هي اصلا شافت الصور على الواتساب، قالت لي مش معقوله انت تجنني. والله انت اللي تجنني. لا بجد تحفة، عجبتني وكنت مستمتعة جدا جدا، رغم ان خطواتها كتيرة عن الفطير المشلتت المصري بتاعنا، ولكن النتيجة النهائية حقيقي عجبتني جدا، وشغلها ممتع حقيقي يعني. المهم عملت نفسي فطاطرية اختي في الله، بدأت ان انا يعني ايد تسلم ايد. الايد اللي هي من فوق دي بتكون ايه، مقفولة. اما الايد التانية كأنك رايحة تشحتي كده، بتبقى مفتوحة. خلاص تسلميها وتروحي مرجعاها على ايدك، وهكذا الحركة اللي انتوا شفتوها دي. وواحدة واحدة كده تقومي شادة. طبعا بين كل راق وراق بقلب كده المادة الدهنية واديها دهنة حلوة، علشان تكون الرقات من جوه منفصلة عن بعضها ومورقة. تمام، اديني دهنت اهو. وهاخد كمان الراق الاخير اللي هو التالت، لسه معانا كويرات كتير ما شاء الله، بس انا عايزه اعمل معاكم الخطوات كلها، لان فعلا في بنات ما بتعرفش تعملها من اليمن نفسهم. خلاص. احلى تحيه قسما بالله متابعين اليمن الجمرات، شايفين الهزه يا جمالات. جمالات من يا جمرات. المهم بصوا الايد دي اهي تسلم على التانية اهي، شايفين؟ تمام اهو. وسعي لنفسنا كده، بصي ايد تسلم ايد. انا بس يعني هرفع بس الجزء اللي في النص، بعد كده امسك الاطراف واشد يا بنات اهو، اطلعها بره الصينيه خالص. شايفين؟ لا بجد ممتعه يا بنات والله قوي. هشد اهو، باخد من الطرف اللي في الصينيه اللي طالع بره ده اهو، عشان لو جيت اخدت من النص هتتقطع معايا، فانا باخد من الجزء اللي طالع من ورا اهي، اتقطعت اهي. بصوا باخد كده اهي، شايفين الجزء السميك ده، بقوم شاده منه لبره، فبتبقى في النص رقيقه جدا جدا زي الفطير الفلاحي بالظبط، بس طريقه تشكيل تحفه. لا عجبتني. هنبدا بقى ندهن ونعمل كده الرقات الاخيره. بصوا ادي واحده اهي كمان، ها بسرعة. بصوا جميلة تحفة. أنا كده تقريبا ما شاء الله بقيلي 3 كويرات فقط، أنا كده عملت كل الكمية. هنا بصوا بقى أهي تمام زي الفل. اتقطعت حتة مش مشكلة، متقلقيش، برضو هتورق وهتنتفخ، وهوريكم انتفاخها في الفرن. ضرب في السقف الفوق. دهنت مادة دهنية، وبعد كده حطيت اللي بعدها، ودي تقريبا آخر رق. لسه آخر رق يا بنات، مش بندهنه مادة دهنية، خلاص مش هندهنه، تقريبا دي آخر واحدة. حطيتها كده اهي في النص، وهبدا اشد بالراحه خالص اهو، بشد كده وارفعها كده لفوق، واقوم منيمها على الصينيه ومغطياها تماما، مطلعاها بره الصينيه خالص. وكل الزيادات دي هنقصها في الاخر، وهعجنها واعملها عيش بقى. واديني فرصتي، اديني فرصتي لو سمحتي. كده خلصنا كل الكميه تبارك الله. هبدا اديها ضغطه حلوه كده من بره، واغطيها واسيبها ترتاح كمان 10 دقايق او ربع ساعه بالكتير. وبعد كده هبدا اشيل كل الزيادات كده بسن السكينه. تمام حلو جدا. بعد ما خلصناها، حته العجينه اللي طلعت دي زي، اضغطي بقى، اضغطي جامد جامد علشان ما تسحبش جوه الصينيه اثناء التسويه. هعمل دي بقى، ادمجها كده بين ايديا كويس جدا كده، واعجنها حلوه قوي، واركنها كده جنب ابقى اشوفها في الاخر. اخدت بقى صفار البيض على معلقتين كبار من الحليب، ما لقيتش عندي خل، فرشيت رشه بسيطه كده من النسكافيه، او تحطي فانيليا او خل اللي موجود. وهنبدا ندهن كده وش الصينيه بتاعتنا كده من فوق. هم طبعا بيرشوا عليها حبه البركه، ما حبيتش اجازف بصراحه، ما كنتش عارفه الطعم هيبقى عامل ازاي، فانا اكتفيت بالسمسم. هم بيحطوا سمسم مع حبه البركه. اهم حاجه الفرن تكون مولعه، سخنتها قبلها ب10 دقايق على اعلى درجه حراره. بعد كده دخلت الصينيه بتاعتي في اول رف، هنسيب الصاج ونحط في الرف اللي فوقيها على طول 15 دقيقه بالظبط، ما تروحيش ناحيتها ولا تفتحي الفرن. وشفتوا القبه يا بنات في الفرن عامله ازاي؟ تحفه. بعد ما عدى ال 15 دقيقة قفلت تحت، ورفعت الصينية دي تحت الشواية على طول، علشان تديني اللون الذهبي الجمر. طب نشوف طريقة أمولة بقى.
اهو نفس المكونات دي، حته من العجينه بتاعتكم. فردتها بالشكل ده وحطيت عليها بقى زبده، ما حطيتش بصراحه سمنه وزيت هنا فردت عليها زبده لان السمنه اصلا كانت خلصت. وبعد ما فردت عليها السمنه او الزبده اسفه، بتكون طبعا بحراره المطبخ، هنبدا نفتح فتحات في وش بعض، هتديكي نفس بنت الصحن بالظبط، ولكن من غير كويرات، من غير فرد واحده واحده، من غير اي حاجه، ويعني بتبقى تحفه بصراحه. هتشوفوا نتيجتها دلوقتي. بعد كده اقفل واحده قصاد واحده، ببدا ان انا افتحها كده على نفسها واديها زي الجراب، واشد واقفل وهكذا لحد ما اخلص كل حته العجينه بتاعتي. شايفين اهو، يعني مكونات كل اللي احنا عملنا منها صينيه واحده دي كانت بطريقتنا احنا تعمل 3 صواني مثلا. خلاص زي الفل. ودي طبعا دي وشها مش هندينها بيض ولا اي حاجه. بعد ما قفلتها هدخلها بقى هنا التلاجة ربع ساعه. اما بنت الصحن يعني ريحتها جنبي على الرخامه. خلاص بعد ما ريحت ربع ساعه طلعتها من التلاجة، دهنت دهنه بسيطه كده من السائل اللي كان موجود جوه الكوبايه، وفردتها وهلفها على نفسها بالشكل ده، ويا دوبك اديها شكل التكويره والفها داير ميدورات. هي مش هتلزق دلوقتي اصلا عشان الماده الدهنيه، هنريحها كمان شويه. مش مشكلة الراحة، بس برضه مفيش كويرات ولا في فرد بالدقيق ولا أي حاجة، هي سهلة جدا كده. تفردي الزبدة تطبقي، خلصت. ريحتها كمان 10 دقايق جوه التلاجة. بعد كده طلعتها وهبدأ أفردها كده في الصينية. حتة العجينة ما كانتش كبيرة قوي، بس ما شاء الله ادتني فطيرة حقيقي خيال. فردتها بالشكل ده تحفه. كنت خايفه ان هي ما تنفخش عشان كانت رقيقه قوي قوي في النص، ولكن كانت جميله. غطيتها بقى لحد التانية ما تطلع من الفرن. بعد كده ابدا اسويها. الفطير بتاعنا دي حته العجينه اللي كانت باقيه، فردتها وعملتها عيش على البوتاجاز، طاسه سخنه عادي جدا ونار كمان عاليه وتش كده من الناحيتين، وما شاء الله بضغط عليها بتنتفخ معايا. دي ما شاء الله كده توفيق من عند ربنا. تعالوا بقى انتظروني، انا مش جاي. بنت الصحن من ايادي مصريه، بنت الصحن اليمنيه من ست مصريه. ايه رايكم في الجمال؟ قولوا لي كده. عايزه بنات اليمن ينزلوا في التعليقات. تسلم ايدك يا بنتي اموله، جمدان من الاخر. دي بقى بنفس مكوناتكم ولكن بطريقه فرد مصريه تحفه جدا والله العظيم. ما قالتش لا، بس دي ما دهنتهاش بيض، دي دخلتها على اعلى درجه حراره برضو في الرف كده اللي فوق الصاج على طول. سبت الصاج واول رف في الفرن حطيته فيها يا دوبك بالظبط، برضو ما خدتش 13 دقيقه. قفلت تحت ورفعتها تحت الشوايه تاخد اللون الذهبي الجمر اللي انتوا شايفينه ده. وبكده خلاص. ايه رايك في الجمال؟ بنت الصحن ولا مش بنت الصحن اهي. تعالوا بقى نفتحها ازاي؟ بسن السكينه كده يا بنات، داير ما يدور، ونبدا ان احنا ننزلها. باصين على التوريقات الشفافه الخفيفه ولا مش شايفين؟ بصوا القمر. لا تحفه تحفه. للامانه بقى السمسم ما عجبنيش من فوق. يعني لو كنا سيبناها زي الطريقه المصريه، لا يعني كان مش عارفه. يعني هو بيرشوا عليها عسل بعد كده بعد ما تخرج من الفرن. وقالت ان دي مش اكل اساسيه، قالت لي دي ممكن ننقنق فيها كده، مش ننقنق بلغتنا احنا يعني، بعد الغدا مثلا يحطوها كده كتحليه، بيرشوا عليها العسل وياكلوها بس بالحبه البركه والسمسم. انا ما حطيتش اصلا حبه البركه، وفي نفس الوقت حبيت بتاعتنا احنا اكتر من غير سمسم، من غير اي حاجه، من غير دهن مثلا بيض في الوش. البيض خلى الوش من فوق بتاعت بيت الصحن ان هي تتحمر زياده عن اللزوم وتتفتح. اما بتاعتنا احنا لا. بصوا لي بقى على بيت الصحن من جوه والتوريقات والجمرات، وارفعوا الفيديو باحلى لايك واحلى تحيه لبنات اليمن. الفيديو خلص، مع السلامه.